السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بخير. والناس اللي بيشوف قناتي لأول مرة بتمنى منكم انكم تشتركوا في القناة، لان دي حاجة بتسعدني، وثانيا ده دعم منكم ليا. وانا ليا دعم هديه للناس اللي هتشترك معايا في القناة او المشتركين معايا بالفعل في القناة. عشان كده تشجعوا واشتركوا. الدعم ده ان شاء الله هيفيدكم كلكم، خاصة اللي عندهم اطفال بيعانوا من الحساسية. انا باكد في كل مرة انه لازم اروح لدكتور طبيب بشري يقيم حالتي قبل ما ألجأ لطريقة معينة في التخسيس، او يعني اكل معين حد نصحني بيه زي ما انا بنصحكم كده. بس انا بتكلم في كل مرة وبشدد انه لازم تقييم الحالة الصحية من قبل الطبيب البشري. يعني انا في الفيديو بتاع هنخس بكل سهولة قلت الجانب الطبي مهم جدا، ان انا ما اروحش اخد وصفة او طريقة معينة عشان اتبعها عشان انقاص الوزن. لازم اروح لدكتور يقيم حالتي ويعمل لي التحاليل اللازمة عشان اعرف انا هل الاكل ده بقى او الطريقة دي بتفيدني ولا لا. الموضوع الحساسية ده بيهم الأمهات بشكل كبير، لأنه نتيجة الأكل غير الصحي، ونتيجة إن الأم نفسها ما بتكونش واكلة أكل في فايدة للجسم. فمعظم الأطفال اللي اتولدوا من يعني من فترة قريبة بنلاقيهم عندهم الحساسية، وخاصة اللي هي حساسية الصدر، اللي هو بيروحوا المستشفى وبيعملوا جلسات تنفس يعني. وحتى برضو في مميز يعني ايه نلاقيهم ايه جابوا الجهاز اللي بيتعمل بيه الجلسة في البيت، عشان الموضوع بقى كتير متكرر يعني، بس تحت طبعا إشراف طبيب. أنا كنت اتكلمت في الفيديو القصير عن كنت عاملة اللي هو الفيديو القصير نشرته عن اللي هو علاج جميع أنواع الحساسية الآمن، اللي هو الكلاوي. أنا قلت الكلاوي لأن الكلاوي فيها مضادات أكسدة، وفيها مركب. المركب ده بيخلص الجسم عندنا، لما انا باكلها بيخلص الجسم عندنا من الهستامين. الهستامين ده يا جماعة هو مادة الجسم بيدافع بيها عن نفسه، نتيجة ان في اكل بيسبب له حساسية، او نتيجة ان في مرض مناعي بيسبب بيخلي الجسم ينتج الهستامين. يعني خلينا بقى في حساسية الغذاء دلوقتي لأنها منتشرة قوي. إنما الأمراض المناعية كبيرة وكتيرة وعايزة، وكل واحد مصاب بمرض مناعي عارف هو مصاب بإيه. لكن أنا بتكلم على حساسية اللي هي الطعام، أو الحساسية اللي هي إيه الطفل بيتولد بيها، اللي هي ايه يعني ابسطها اللي هو الارتكاريا، اللي هو بتلاقي الهرش وبقع حمراء في الجسم وبتظهر لما الطفل بياكل اكل معين، زي الفراولة، زي المانجا، زي الموز، زي في ناس من الردة، اشد انواع الحساسية الردة واحنا ما بناخدش بالنا. عشان كده الناس اللي هي بتدخل في نظام غذائي تاخد بالها من هي من عيش السن. هو خلاص اعتقد عيش السن ما بقاش معتمد ك يعني اكل لانقاص الوزن، لانه الردة فيها حاجة اسمها الفايتك الفايتك اسيد او حمض الفايتك ده، يعني بيكلبش العناصر الغذائية اللي هي زي الكالسيوم، اهمها الكالسيوم. عشان كده الناس اللي بتاكل رده كتير، او نسبه الرده في العيش كتير، بنلاقيها بيجي لها هشاشه عظام. فاعتقد انه الانظمه الغذائيه دلوقتي ما بقاش فيها عيش السن يعني. انا عن نفسي ما بعملوش في النظام الغذائي للناس اللي بتجيلي. فال الحساسية بتظهر لما باكل حاجة معينة قلت آخرها اللي هو كمية الردة بتكون زيادة في العيش زي العيش السن. فبتبقى ظاهرة قوي بقى ان الواحد عمال بيهرش وظهرت بقع حمراء في الجسم. ده معناه ان الهستامين، مركب الهستامين عالي في الجسم. طيب مركب الهستامين ده بقى في مادة في الكلى، احنا كبشر في مادة في الكلى عندنا بتكون بتنتج عشان تخلصنا من الهستامين ده، لانه تراكمه في الجسم بيبقى ضار. وبيكون ضعيف بقى عند الناس اللي هي مصابة بالحساسية. فلما بناكل احنا الكلاوي اولا بنستفيد بالعناصر الغذائية زي السيلينيوم والزنك،
بيخلونا نقدر يعني او بيقوي جهاز المناعة، وبنستفيد بالمادة اللي هي بتطرد الهستامين الزيادة في الجسم. عشان كده أكلة الكلاوي بتكون مفيدة للناس اللي عندهم موضوع الحساسية أو الهستامين زيادة. في ناس بقى هتقول طيب وانا هاكلها كل يوم؟ لا، مش هتاكليها كل يوم، ممكن تخليها أكلة كل أسبوع أو مرتين في الشهر. وهي يعني ايه، يعني مش بكتره، يعني مش بكتره، ولكن الانتظام حتى لو على فترات يعني متباعدة شوية، بس في انتظام الجسم هيبتدي ايه يفهم ان انت عايزة تخليه يمشي في اتجاه انه المادة الغذائية اللي انت بتدخلها له كل اسبوع دي هتخلصه من الهستامين. طبعا الاطفال اللي هم، انا مش بتكلم طبعا على الاطفال الرضع، ولكن انا بتكلم على الاطفال اللي هم ابتدوا ياكلوا، اللي ممكن ياكلوا الكلاوي. اعملي لهم زي بدل كده، اعملي سندوتشات كلاوي، وحاولي بقى تحطي الحاجات اللي هم ايه يعني بتشهيهم. طبعا لو هتحطي كاتشب، انا منزله طريقه الكاتشب في القناه عندي، فراجعيها عشان ما يبقاش ان انت اكل صحي وبتحطي عليه الكاتشب بالمواد الحافظه. وغير المواد الحافظه هم بيحطوا سكر، والسكر اصلا احنا قلنا يعني ليه مصايب كتير، مش عايزين نعود جسم الطفل عليها يعني. فالطفل بداية من 3 سنين ممكن ياكل الأكلة دي، والناس اللي هي بترضع ممكن تاكل الأكلة دي، وإن شاء الله يعني ينزل في اللبن زي ما بيقولوا يعني. انا كنت قلت لكم ان في دعم مني ليكم ان شاء الله، للناس اللي معايا في القناه والناس اللي هتشترك. في دكاتره كتير جدا بيعالجوا المناعه، دكاتره مناعه يعني. انا عن نفسي خضعت لهذا العلاج اللي هو بالامصال، اللي هي بتعمل لك اختبارات. انت عندك بتحط حوالي 21 او 22 مسبب للحساسيه وعلى الجلد. كان زمان بطريقة الحقن، لكن دلوقتي بطريقة النقط كده بيحطوها على الجلد. واكيد في تطور، لان انا بقالي فترة يعني متعالجة، اكيد في تطور كمان. اصل في ناس كان يقول لك حقن ومش حقن، لا هي ما بقتش حقن، بيحطوا المسببات الحساسية دي على الجلد، وبيشوفوا استجابة الجلد للحساسية قد ايه. وبتبتدي تقرر بقى الطبيبة تديكي الأمصال المضادة، أو الأمصال اللي هتقوي جسمك وتخليه يعني يتقبل هذا الغذاء. وبتبتدي معاكي بنظام بتدخل الأطعمة كل فترة، يعني بتاخدي المصل وبتكوني منع الأكل اللي بيسبب لك حساسية، وبتبتدي تدخليه مثلا بعد أسبوع من منعه هي ليها طريقة معينة. أنا كل ما عليا إن أنا هعمل لك النظام اللي هتقول عليه الدكتورة. ايه الاغذيه المسموحه انا هبتدي اعملها لك في او مثلا هتقول الاغذيه الغنيه بمركبات مثلا معينه. انا اللي عليا ان انا احط لك النظام بتاع الاغذيه ده ايه هو، وابتدي اجدوله معاكي. لكن الدكاتره بتوع المناعه دول هم اللي هيعملوا لكم الاختبارات هيدوكوا الامصال. هي غاليه شويه، ولكن عن تجربه يعني بتجعل مريض الحساسيه بيشفى بنسبه. طبعا ما بتكونش لو طفل ان شاء الله وتابعتي معاها بيشفى بنسبة 100%، خاصة لو منعت الشيبسي لو منعت العصاير، لو منعت المحفوظات اللي هي الاكل المحفوظ والمعلب واللانشون والقصص دي. لو منعتيها تأكد ان طفلك هيبقى مناعته الله اكبر 100%، وكمان ما عندوش حساسية من انواع معينة من الغذاء الطبيعي بقى. يعني مثلا الناس اللي عندهم حساسية من الموز، الناس اللي عندهم حساسية من الفراولة، الناس اللي عندهم حساسية من المانجا. ان شاء الله الناس اللي بتشوف قناتي لاول مره اشتركوا واطلبوا مني التليفون بتاع دكتورة اللي كانت عالجتني أنا شخصيا من الحساسية، سواء حساسية الصدر أو حساسية الجلد أو الجيوب الأنفية. طبعا أنا رحت لها بسني كان كبير شوية، بس الحمد لله رب العالمين في أغذية أنا ما كنتش بستحملها خالص، الحمد لله دلوقتي بستحملها بنسبة ما كنتش بقدر أهوب ناحيتها يعني. بس الحمد لله دلوقتي بالعلاج معاها وطبعا بتنظيم الأكل بقى دي بتاعتي أنا بقى كتغذية علاجية. فالحمد لله الحمد لله الدنيا هديت معايا على قد سني وعلى قد الحالة الصحية بتاعتي، الحمد لله رب العالمين. فعشان كده يا جماعة الدعم مني ليكم. الناس اللي هتشترك معايا في القناة هيتواصلوا معايا، انا هسيب رقم تليفوني، اللي هيتواصل معايا وهيشترك باذن الله
انا هقول له على الدكتوره اللي انا اتعالجت معاها، ربنا يديها الصحه والعافيه. وان شاء الله يا ربي كل اللي عندها طفل بيعاني من الحساسيه او هي شخصيا بتعاني من الحساسيه ان شاء الله باذن الله تشفى. بتمنى لكم كلكم الصحه، وبتمنى لكم كلكم السعاده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ومستنيه يا جماعه الاشتراكات، ومستنيه طلب تليفون الدكتوره. سلام عليكم.